تعادل مثير في آخر لحظات هذه المواجهة. ريال بيتيس يعود من بعيد في آخر لحظات يقاتل من أجل نقطة لصراع التأهل من المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية. مواجهة كانت في أمور إيجابية كثيرة لريال مدريد، لكن ضياع الفرص من تحدث تحديدا عزيز في بداية الاستوديو، وكذلك أنت هيثم في مسألة ضياع الفرص تعاقب وعوقب ريال مدريد في هذا الهدف في آخر لحظات هذه المواجهة. أي أمور إيجابية يا مشاري؟ أنا مش شايف أي أمور إيجابية بالنسبة لريال مدريد في هذه المباراة. أنا شايف استمرار على الأخطاء والسلبيات اللي بيقع فيها الفريق طوال الموسم، لأن مباراة تلخص حال ريال مدريد. مباراة لا تنتهي عند 1-0. إذا جاءت رياحك فاغتنمها. لما تكون متفوق عندك الابر هاند، اليد العليا، سجل هدف واثنين وثلاثه عشان تقتل المباراه تماما. لما طول ما انت 1-0 الفريق الثاني عنده امل، 2-0 عندك امل. يعني 2-0 لو فريق جاب جول خلاص 2-1 هيبقى عنده فرصه في ان هو يتعادل. بص ال1-2، بص كامافينجا ال1-2 بيتعامل من جنبه ازاي. انا معاك في شده وفي كل حاجه، بس يعني تتفوق تعدي. مش انت اللي شده زي دي توقعك، انما نذكركم انت اللي شده زي دي توقعك. انما نذكركم ملخص سأعود لك هيثم. نعم. في ترتيب الليغا بعد تعادل ريال مدريد امام ريال بيتيس يقلل الفارق الى 8 نقاط بعد تعادله في هذه المواجهه في ملعب ريال بيتيس. الى مواجهه ريال مدريد، الهدف الثاني تحديدا ريال بيتيس. تحدثت عن الامور الايجابيه، الامور الايجابيه قد تكمن في فالفيردي في لونين، لكن الهدف الثاني تحديدا هناك قد يكون استفسارات لخطا لمصلحه ريال مدريد. انا معاك ان في شده من انتوني لمندي، ولكن حكام كتير هتفوتها تعتبرها عاديه. في جزم. لا، هيثم ماذا يقول؟ انا اقول فاول. بس طيب في وجود الفار، في وجود حكم الساحه، في وجود الحكم المساعد، في حكام بيعتبرها التحام جسدي بسيط، في حكام بتحسبها بس مؤثر في اخر لحظات المباراه. مش مشكله، بس دي غلطه ريال مدريد مش غلطه فار. طيب ده تلخيص لموسم. طيب سأعود لك واعطيك تحت الفرصه عزيز في هذه اللقطه. لا، فول واضح، هو في فول واضح، لكن الغريب هو عدم احتجاج لاعبي ريال مدريد، وهذا يدل على أن هناك استسلام، هناك غياب تام للشراسة، للإرادة، لحب الفوز. وهذه هي كانت سمة ريال مدريد مع سيرجيو راموس، مع كارفاخال، مع كل اللاعبين اللي كانوا موجودين، مع رونالدو، بنزيما، كل هاد كاسيميرو. عندما تختار كاسيميرو عندما تختار لاعبين لريال ضيع فرص بالجمله، قد تكون اسهلها ضياع فرصه فينيسيوس وغيره من اللاعبين. واللاعب الفردي اللي تخاف في الشوط الاول. مبابي اضاع العديد من الكور، دائما تضيع منه الكره ويرجع وهو يتمشى. كل هذه الاشياء كانك تقول موسم للنسيان في ريال مدريد. موسم للنسيان صراحه، موسم للنسيان. الحمد لله ان لريال مدريد ان الشباب ريال مدريد فازوا بدوري الابطال. الجماهير تنتظر الفريق الاول، الفريق البطل دائما معود. الكل ارتكب اخطاء في ريال مدريد، بدايه من الرئيس العظيم بيريز الى المدربين. تفضل هيثم ذا كوين. لا، انا بقول لك مباراه تلخص موسم ريال مدريد. المباراه اللي تنتهي عند 1-0 لازم تقتل المباراه بالهدف الثاني والثالث. من المضحكات كمان في هذه المباراه ديلون ان هو مان اوف ذا ماتش، وده يدل لك على ان الحاله اللي كان عليها دفاع ريال مدريد يلعب بدون دفاع. تأكد من المقولة دي، يلعب بدون دفاع، ما عندوش دفاع. حتى الدفاع اللي عنده ما عندوش أساسيات الدفاع. كل اللي شفت ألابا ونزل النهارده وخايف وهو بيلعب، نفس الشيء. أرنولد لا يصلح انه يلعب كظهير أيمن مدافع في ظل طريقة 4. لو بتلعب 3 سنترال باكس وهو بيلعب فول باك ناحية يمين أوكي، لأنه قدراته هجومية 70-80% هجومي و20% دفاع، ولا يعرف يراقب ولا يعرف يعمل كفر. ايه مشكله كارفاخال؟ انا اشوف ان كارفاخال بالنسبه لي احسن تعليمات ان هو مش هيتجدد بمراحل حتى هو في اسوأ حالاته. مندي ايه اللعبه؟ الناس قالت لي ازاي ده احسن من دفاع برشلونه؟ اهو بقى اسوأ من دفاع برشلونه، داخل في دفاع ريال مدريد 31 هدف، برشلونه 30 هدف. لان
دفاع ريال مدريد بيدخل فيه اهداف وهو متمركز. عارف يعني متمركز؟ يعني ال10 لعيبه تحت الكورنيه، وبيخش فيه هجمات منظمه، وبيخش فيه كل الاهداف. لون النهارده نجم المباراه، يعني مع كان ريال بيتيس كان ممكن يعمل 5-6 اهداف. تاكيد لكلامك 10 مباريات متتاليه ريال مدريد في الدوري الاسباني في موسم واحد بدون شباك. طبعا. وانا قلت لك كورتوا كان شايل بلاوي عن ريال مدريد. رجعت كل هذه الاشياء مع الموسم الجديد، لانه موسم انا اظن بان ريال مدريد لم يكن سيء في المباراه صراحه. الوقت اللي كان لازم يغسل المباراه كان لازم يغسلها. شوف هناك فرص كثيره لريال طيب مدريد. هذه الفرصه، هذا الانهاء من فينيسيوس، يعني تفسير كثيره لفينيسيوس، لمبابي، لبالفيردي، لكل اللاعبين تحت لهم فرص. حتى عزيزي اذا تضيع مثل هذه الفرص يسجل عليك اكيد. طيب. لكن لا ولكن الهدف فيه وعليه. هدف التعادل فيه وعليه اكيد. ولكن هناك سذاجه في الدفاع ايضا لريال مدريد. لذلك كل مره كانت هناك مرتده لبيتيس الا وكانت تشكل خطوره على ريال مدريد. صحيح في السنوات الاخيره دائما كان ريال مدريد يعاني بنفس الطريقه، ولكن كان يفوز بالالقاب. لا ننسى مع كيروس نافاس، كان دائما كيروس نافاس. نعم، هذه هي التقنيه الجديده. تقنيه الحكم. لكن الاخطاء لن تغير. لازم يجي من التقنيه اللي تحكم. لا شوف جميله الصراحه، جميله جدا. ولكن شوف الاخطاء اللي ارتكبت اليوم كانت مؤثره صراحه. اخطاء الحكم كانت مؤثره صراحه، لقطات الهدف. لكن بيتيس قام بمباراه كبيره صراحه. ايضا وصل الى مرمى الخصم. زيزولي كان رائع في المباراه وفاز بالصراع الثنائي ما بينه وما بين ارنولد. اظن بكان هناك اشياء. دخول اسكو ايضا كان مميز. لكن انا اظن بان كانت لازم انه يرجع التروفي ليعطى التعادل لبيتيس. شوف هذه الفرصه فالفيردي لوحده راح وكان ممكن يسجل الهدف التعادل. لكن موسم جد متوسط لريال مدريد. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذا الاستديو من الدوري الاسباني. شكرا هيثم. شكرا مشاهدي. شكرا عزيز بنيج. شكرا لك. الشكر موصول لكم دائما وابدا مشاهدين متابعين